لأي إنسان عاوز يتعلم اللغة الإنجليزية، أوعدك إن الفيديو ده هيكون بمثابة كنز لك في تعلم اللغة الإنجليزية. ليه؟ لأن فكرة الفيديو ده قائمة على القاعدة الأساسية لتعلم اللغة الإنجليزية. بص حبيب قلبي، أنت علشان تتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة جدا حط إيدك على القواعد الأساسية. هي بتبقى قاعدة أو 2 أو 3 أو 4 بالكتير. طيب يعني ايه قاعدة أساسية؟ أنا أفهمك. القاعدة الأساسية ديت لو أنت عايز تتكلم باللغة الإنجليزية، سواء هتقول جملة أو هتقول سؤال، لازم تستخدم هذه القاعدة. يعني القاعدة ديت لابد تستخدمها. فبالتالي مش من العقل ومش من الذكاء إن أنا ما أتعلمش القاعدة دي أول حاجة. أهو الدرس بتاع النهاردة هو أهم قاعدة أساسية مستخدمة في التحدث باللغة الإنجليزية. مش هقول لك بنسبة 70 أو 80 أو 90، بنسبة 100%. ولو أنت ما اتعلمتش الدرس ده كويس جدا، فأنا بقول لك اقفل الفيديو واقفل الكشكول واقفل أي حاجة وبنص أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو جديد من أهم الفيديوهات اللي هتخليك تتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة جدا. وزي ما شفنا في المقدمة، الفيديو ده يعتبر قاعدة أساسية، بل هي قاعدة تعتبر أساس القواعد. القاعدة اللي انت هتتعلمها ومش هتندم ان انت اتعلمتها، بل بالعكس لو انت ما اتعلمتهاش هتندم انك ما اتعلمتهاش، لانها هتتعقد في حياتك في التعلم في اللغة الإنجليزية. فالقاعدة ديت رغم ان هي بسيطه بس محتاجه صبر عشان تعرف ازاي تطبقها، لان القاعده دي زي ما انا قلت لك برضه في بدايه الفيديو مستخدمه مش بنسبه 60 ولا 70 ولا 80، بنسبه 100% في اللغه الانجليزيه. طب القاعده دي هي ايه قبل ما نخش عليها؟ انا بقى مش هقول لك بقى بروناون وادجكتيفز ومش عارف ايه والكلام ده هلعبكك، لا، انا بحب ابسط لك المعلومه. القاعده ديت هم بيسموها، مالكش دعوه بالاسماء، صفات الملكية وضمائر المفعول، أو ضمائر الملكية وصفات الملكية وضمائر المفعول. هتقول لي ايه كلام تقيل قوي، احنا دخلنا في النحو بالعربي. إذا كده أنا ما بفهمش نحو بالعربي، أنت هتعلمني النحو بالإنجليزي؟ أقول لك انسى اللي أنا قلته، تعالى لي. القاعدة بتاعت النهاردة أول حاجة، ده قلم، عايز أقول قلمي، قلمها، قلمه، قلمنا. القاعده ديت بالله عليك ينفع ان انا اتكلم انجليزي من غير ما ابقى عارف ازاي اقول قلمي، قلمه، قلمها والكلام ده؟ بس هعلمك دي. طيب دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه، كلمه مثلا يساعد، فعل اهو. ازاي اقول يساعدني، يساعده، يساعدها؟ شوف، مش انت بص، انت ابتدى تتولد عندك احساس فعلا ان هي قاعده تعتبر اساس القواعد في اللغه الانجليزيه. عشان كده قلت لك من بدايه الفيديو ما ينفعش تعمل جمله او تعمل سؤال الا ما تستخدمها. مفيش ابي، ابوك، يساعدني، يساعده، يعطيني، يعطيها. الكلام اهو، ما تصعبش الكلام بسيط جدا، وهقولها لك بطريقه يعني انت هتعشق اللغه الانجليزيه. وبعد كده يعني كلمه ممكن تقعد تتحركها زي ما انت عايز. يعني مثلا اب، ابي، ابوك، ابونا. انا عايزك تركز معايا في الفيديو ده قوي، لان الفيديو ده قاعده تعتبر اساس القواعد. فيلا بينا نبدا على بركه الله بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عندي ضمائر وصفات الملكيه، ما تقلقش والله ما تقلق، وضمائر المفعول له جدول صغنون كده حلو. طيب قبل ما تشرح الموضوع ده كله، يعني قبل ما اشرح لك القصه وافهمها لك، تعال بقى نبدا الموضوع من اوله. فعشان كده انا نصيحه مني لك والله، يعني وقف الفيديو، كوبايه الشاي الجميله او كوبايه العصير وحطها جنبك، وعيش كده مع الفيديو. عايز تكبر الشاشه كبر الشاشه، يعني عيش مع الفيديو، عشان انا برضه هعيش معاك في الفيديو. يعني الفيديو هعيش معاك فيه، انا مش هسيب حاجه، وهقول لك كل حاجه باسلوب بسيط وجميل وسهل. فيلا بينا. اول حاجه بص يا باشا، احنا عندنا حاجه اسمها ضمائر المفعول، وحاجه اسمها صفات الملكيه. طيب ما تقلقش، دي مقدمه كده، لو ما فهمتهاش شيلها وارميها في اي حته، يعني خلاص ولا يهمك. ضمائر المفعول، لما اقول ضمائر المفعول يبقى انا هتكلم عن فعل، يبقى هي بتتعامل مع مين؟ تتعامل مع فعل او حرف. خلاص، يعني انا لما اجي اشرح لك ضمائر المفعول هشرحها على الافعال او الحروف. تاني، لما اجي اشرح لك ضمائر المفعول افعال يا حروف. زي مثال، زي كلمه وليكن كلمه help.
هيلب يعني ايه؟ يساعد. يبقى قلم اوضح من ده شويه. هيلب يساعد، حرف زي فور. خلاص، طالما كلمة هيلب يساعد وفور حرف معناها ليه، فأنا عايز أقول يساعدني هيلب مي، استخدمت ضمير. هو ده بقى، هو ده ضمير الإيه؟ المفعول. عايز أقول مي، أقول فور مي، برضه ضمير مفعول، بس هي ما بتتعاملش إلا مع يا فعل يا مع حرف. الفعل زي يساعد، يأكل، يشرب، أي حاجة. حرف زي فور، تو، وذ، مع، أي حاجة. طيب صفات الملكية من اسمها التملك، فينفع أنا أتملك فعل يا راجل يا طيب؟ يعني مثلا في يعرف أتملك فيه إيه؟ ينفع مثلا أتملك مثلا يأكل يأكلي؟ مفيش. ينفع. يبقى إذن صفات الملكية لشيء يتملك، فالشيء اللي يتملك هيكون اسم، زي شجرتي، كتابي، أبي، أمي. ما ينفعش قلمي، بيتي، سيارتي، يبقى لازم اسم. يبقى إذن صفات الملكية تتعامل مع مين؟ مع أسماء. الله أكبر، الله اكبر. شفت العمليه بسيطه اهي، انا بسهلها لك اهي. تاني معايا بالله عليك، عشان العمليه دي بتلخبط ناس كتير، لا مش هتلخبطك تاني. يبقى ضمائر المفعول اللي هو المربع الحلو ده بيتعامل مع ايه؟ سمعني انا مع بعض كده، مع حرف او فعل بس، بتاع حروف وافعال، كتر خيره. طيب صفات الملكية، افتكر ان حاجة هتتملك، اللي يتملك مش فعل ولا حرف، ده لازم يكون اسم. كتابي، كتابك، بيتي، بيتك، ابوي، ابوك. خلاص، يبقى بتتعامل مع مين؟ مع اسم بس. زي مثلا كتاب بوك، فانت عايز تقول كتابي، قلت ماي بوك. اهي ديت يا حبيب قلب اسمها صفة ايه؟ ملكية. دي اسمها صفة الملكية. وهنا دي بقى اللي هنا دولت اسمهم ايه؟ ضمير مفعول. الله، جميلة قوي يا راجل. بقى كده، ده انا ما كنت، ما انا عارف دلوقتي انت بتقولي، ما انا عارف، انا بعرف اقول كتابي، ماي بوك، صديقي، ماي فريند، صديقك، انا عارف، بس ما كنتش عارف ان هي كده. لا، ده اسمها صفات ملكيه، بس هناخدها بالتفصيل. هي وضمائر المفعول. ضمائر المفعول كنت عارف يقول ايه؟ كان اي هيلب يو، هل استطيع ان انا اساعدك؟ كان اي هيلب يو، هيلب يو، بس ما كنتش بعرف بقول هيلب يو ليه يعني. هيلب يو بقى هيلب يساعد، اللي بعدها ديت ما اقولش صفه ملكيه. بص، انت اتسرعت وشكلك كده هتقول انا فاهم واقلب الفيديو وهتزعل فيما بعد. لا، خليك معايا ويلا نكمل، بس رجاء فضلا منك وليس امرا، لان اللايك اللي انت بتعمله او الشير للفيديو، بتشير الفيديو، او التعليق، اي كومنت، يعني اي تعليق مهما كتبت، ده كله بيخلي الفيديو ينتشر ويطلع، وفي نفس الوقت بيشجعنا احنا على عمل المزيد. فلو كنت حاسس انك بتستفاد من العبد الفقير لله اللي قدامك ده، فلا تبخل باعجاب وتعليق ومشاركه الفيديو. لو اعرف حاجه تاني انا كنت قلتها، بس هم الثلاثه دول تاني. وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك بكل جديد. اللهم بيقولوا كده، فانا بحاول اقلدهم يعني. ماشي، خليك معايا. طيب نمسح الكلام ده لو ما فهمتوش ولا يهمك، احنا لسه ما بدأناش في الشرح. طيب تعالى يا حبيب قلبي، اول حاجه هناخدها صفات الملكيه. مالكش دعوه بضمائر الملكيه دي، مالكش دعوه دي، خليك معايا هنا بالله عليك. صفات الملكيه اهي، اي الى ماي. خلاص، امال ايه الصف ده؟ مالكش دعوه بيه دلوقتي، ده تبع صفات وضمائر الملكيه، مالكش دعوه بيه. خليك معايا اهو في الاثنين دول، خليك في دول. يبقى صفات الملكيه لو انا هتكلم معاها، لو انا هعرفها له، اقول له انت عايز تتكلم عن ايه؟ صفات الملكيه. الله اكبر. طيب بالله عليك بقى، كأن درس خصوصي مثلا، يعني تعمل ايه؟ هقول لك اعمل كده، اقول لك صفات الملكيه تتعامل مع الفعل ولا الاسم؟ ركز معايا، احنا عايزين نتفاعل، عايزين تبقى في تفاعل كده. الفعل ولا الاسم؟ الله يفتح عليك. تتعامل مع الاسماء. يبقى اول حاجه لازم تتعامل مع الاسماء. وتاتي قبل الاسم. خد خط تحت، 100 خط تحت قبله. خد بالك، صفات الملكيه يا ابو كمال يا رايق تتعامل مع الاسماء، يعني لازم يجي معاه اسم. كتاب، كتابي، ابوك، ابويا. ما اب اسم ولا محدش عارف ان اب اسم؟ الاسم الاسماء الحاجات اللي حوالينا، ابويا وابوك، كتابي وكتابك، كل الدنيا كلها. وتاتي قبله. حلو. طب انت ليه؟ هقول لك لان في ضمائر المفعول لما اجي اتكلم عليها هقول لك تتعامل مع الفعل وتاتي بعده. يا نهار اسوخ،
انا اسف يعني، يعني مش قصدي، يعني انا قصدي تحس ان هم اعداء. شوف انا عمال احكي لك قصه، والله ما قصدي ارغي، بس انا عايز اعيشك في ايه يعني. كان يو ايماجين ذس يعني كيس، يعني عايز اقول لك هل تقدر تتخيل الحاله دي؟ عايز اعيشك الموقف ان بص، صفات الملكيه بتتعامل مع اسماء، ضمائر المفعول بتتعامل مع افعال. صفات الملكيه تيجي قبل الاسم، ضمائر المفعول تيجي بعد الاسم. تحس ان هم الاخوه الاعداء بينهم، انت قبله انا بعده، انت مع اسم انا مع فعل. زي ما انا قلت لك ده كله برضه عشان اظبط لك الموضوع في دماغك، تخرج تغنيها قبله وبعده الكلام الحلو ده. بص يا باشا، يعني ايه؟ هقول لك مثلا بتيجي اهي ادي ديت، انا عايز اقول كتابي، هذا يكون كتابي، فانا اقول له this is كتاب. يعني ايه؟ بوك. الله عليك. فانا عايز اقول كتابي، كتاب يبقى صفه ملكيه، يبقى كلمه كتاب لازم اخلي حاجه تبقى بتاعتي انا. هنقول له انا، نحط قبلها كلمه مين؟ ماي. نحط قبلها كلمه مين؟ ماي. يبقى حاجتي انا احط قبل الاسم كلمه ماي، يبقى this is ايه؟ ماي بوك. وصلت؟ بقت بدل بوك كتاب بقت كتابي. طب لو عايز اقول كتابه هو، نحط قبل الاسم ايه؟ هيز. اقول له this، ركز معايا، is his. الله عليك. book بقت ديت ايه؟ دي كتابي، كتابه. كلام سليم. طيب عايز اقول كتابها، احط قبل الاسم ايه؟ here. يبقى this is ادى بوك، ركز معايا، واروح حاطط له هنا ايه؟ هير بوك. طب عايز اقول كتابه لغير العاقل، تخيل ان فيلم كرتون وقطه مثلا ولا حاجه، اقول له this is its book، بس ما تحطش ابوستروف، عشان لو حطيت ابوستروف هتبقى it is هي تكون، ما ينفعش، انا عايز صفه ملكيه. يبقى its book، يبقى ايه؟ كتاب القطه، او تخيل ان في قطه وبتقرا مثلا، دي كتابها. طيب عايز اقول كتابنا نحن، اقول له this، ركز معايا، is وتبقى اور، تبقى اور معايا واحده واحده. اور بوك كتابنا. عايز اقول كتابك انت، يو تحول الى يور وقبل الاسم، اقول له this is your اهي، وهتنسى الار، انا كنت هنساه، your book. عايز اقول كتابهم هم، they الى their، يعني شيل الواي وقلبها اي وحط ار، اقول له this is their. شفت انت لخبطتني ازاي؟ their book. ركز معايا، انا مش هسيبك، انا معاك واحده واحده، والله والله انا معاك واحده واحده، وان شاء الله هتطلع من الفيديو هتدعي لي ان شاء الله. بص يا حبيب قلبي، انا عارف ان كلمه بوك كتاب، فلو عايز اقول كتابي ينفع اقول اي بوك، انا كتبت، يعني انت تقبلها يعني ان انا اقول لك انا كتبت؟ لا، انا عايز اقول لك كتابي. في الضمائر دي بستخدمها لما تقول انا افعل كذا، انا اذهب الى المدرسه، اي جو تو سكول، انا اقرا كتاب، اي ريد ا بوك، انا اعمل، انا اعمل. لكن انت عايز تقول كتابي، كتابه، تتملك، اسمه تملك. خلاص، هنقول له هنا ما اقولش اي بوك، اقول له ذيس از، اقول اي بوك، هذا يكون انا كتاب. لا، كتابي، فاروح حاطط قبل الاسم ماي والاسم بيجي بقى اهو. هذا صفه الملكيه، مش احنا قلنا تتعامل مع الاسماء جي بعدها اسم وتاتي قبله، جت قبل مين؟ الاسم اهو، هذا الاسم، يبقى ماي بوك كتابي. طيب عايز اقول كتابه، حط قبل كلمه كتاب هيز بوك كتابه. عايز اقول كتابها، تحول الى هير، يبقى هير بوك كتابها. طيب عايز اقول كتابه او كتابها الغير العاقل، اتس بوك، ذيس از اتس بوك، يبقى كتابه او كتابها الغير عاقل. طب عايز اقول هذا كتابنا نحن، يبقى وي الى اور، بي ذيس از اور بوك، هذا كتابنا نحن، كتابنا. طيب عايز اقول هذا كتابك انت، يو تحول الى يور، يبقى this is your book، كتابك. او ممكن تبقى كتابكم. ليه؟ لان يو معناها ايه؟ انت
او انتم، فممكن تبقى لو قلت يور بوك تبقى كتابك او كتابكم، زي مثلا يور بين لقلمك لقلمكم لقلمك، اي ضمير مخاطب انت ماشيه مع يور. طيب لا واحده واحده، انا حاسس ان انت اتلخبطت شويه، حاسس ان انت اتلخبطت صح؟ لا ان شاء الله مش اتلخبط. بص يا حبيبي، انا دلوقتي نفترض ان ده قلم اهو، قلم. القلم ده عايز اقول قلمي، هو قلم يعني بالانجليزي ابن. عايز اقول قلمي، اقول ايام ابن، انا اكون قلم؟ لا، قلمي يبقى ديت اتملكه، يبقى صفات من الملكيه. احط اي اقول له تحول الى ماي، يبقى ماي، واحط هنا بن وتيجي قبله ماي بن. قلمه هو هيز بن، قلمها هي هير بن، قلمها هي غير العاقل اتس بن، قلمنا نحن اور بن، قلمك انت يور بن، قلمهم هم ذير بن. طيب اي اسم، قطه كات، عايز اقول قطتي، انا ماي كات، قطته هو هيز كات، قطتها هي هير كات، قطتها الغير العاقل اتس كات، قطتنا نحن اور كات، قطتك انت يور كات، قطتهم هم their cat. عشان كده لما اجي بسالك بالانجليزي اقول لك ما اسمك، كلمه اسم بالانجليزي اسمها نيم، فانا عايز اقول اسمك، اسم نيم، احط قبلها ماي نيم ولا هيز نيم تبقى اسمه. لو حطيت هنا نيم ماي نيم بقت اسمي، هيز نيم اسمه، هير نيم اسمها، اتس نيم اسمها الغير العاقل، اور نيم اسمنا، يور نيم اسمك. فانا بقول لك ايه وات از يور نيم عشان اخليه اسمك، فانت بتقول له اسمي، يبقى كلمه نيم عايزه تبقى بدل اسم عايزه تبقى اسمي، فحط قبلها ايه ماي نيم. عشان كده بتقولوا ماي نيم از فلان. هظبطها لك، انا مش هفوتها، ده درس اساسي. بص طيب، اذا كانت ديت اسمها صفات الملكيه، امال ايه الجزئيه دي؟ دي اسمها، احنا قلنا ضمائر وصفات الملكيه، دي صفات الملكيه ولها نصيب الاسد، ودي المستخدمه بنسبه 99.9. ضمائر الملكيه دي قليل لما بتستخدم. يعني ايه؟ انت كأن ضمائر الملكيه ديت عايز تخبي الحاجه اللي انت بتتكلم عليها. يعني مثلا انت بتقول ايه قلمي، فمش عايز تقول قلمي، بتقول ملكي. قلمه مش عايز تقول قلمه، مش عايز تنطق كلمه قلم، بتقول ملكه. سهله جدا. عايز تقول ملكي، يعني بدل ما تقول ماي بوك عايز تقول ملكي، بتروح شايله وحاطط كلمه ماين. ماين معناها ملكي اهو، يبقى ماين ملكي. طيب هيز بوك كتابه، عايز اقول ملكه، قول له هيز، ملكه بس. وهنجربها دلوقتي. طيب هير بوك كتابها، عايز اقول ملكها، حط بقى اي حاجه لها اس. يعني بص هنا ماي بقت ماين، هيز بقت هيز زي ما هي، اي حاجه من دول تحط لها اس تبقى ملكه. يعني مثلا ايه، عايز اقول ملكها، بدل ما اقول هير بوك اكتب بس هيرز. هدربك عليه اهو، هيرز ملكها، ات ملهاش خلاص. وي اور، طب عايز اقول ملكنا، اور حط لها اس بقت ملكنا، هدربك عليها دلوقتي. يو بقت كانت يور، حط لها اس بقت ملكك او ملككم. they حط لها اس theirs ملكهم. طيب انا مش فاهم، تعالى معايا واحده واحده، انسى ده كله بقى دلوقتي، تعالى. انا مش هسيبك لما تفهم، فلو كوبايه الشاي خلصت ممكن تعمل واحده ثانيه معايا. انا دلوقتي عايز اقول ايه، وليكن سياره، يعني ايه بالانجليزي اكار، سياره خلاص. عايز اقول هذه سيارتي هي ملكي، مش هي سيارتي تبقى ملكي. طيب اقولها ايه بالانجليزي، اقول له this is a car. عايز اقول سيارتي انا، دي اسمي يبقى صفه ملكيه، ما احنا اللي بنتعامل مع الاسماء صفات الملكيه. فانا سيارتي انا، ما اقولش اي كار، اشوف اي تحول الى ماي، يبقى اقول له this is my car. هتقول لي فين الاي؟ اقول لك لما بتحط صفه ملكيه ما ينفعش تحط اداه تنكير او تعريف، ما تقولش ماي اكار او ماي ذا كار، ما ينفعش. طيب هي ملكي، فاروح حاطط له نقطه، اقول له it is، خلاص ملكي يعني ايه ماين،
وحط نقطة يعني ما بيتحطش بعدها حاجة، خلاص انت بتقول ملكي. يعني هذه تكون سيارتي، هي ملك سيارة؟ ما ينفعش، هي ملك دول كده بيجيش معاهم حاجة. خلاص تاني، هذه تكون سيارتي. This is my car. It is mine. فهي ملكي. طيب عايز اقول هذه سيارته فهي ملكه، بدل بص واحدة واحدة اقول له شيل ماي وشيل ماين. انا ابص هدلعك هنا، احط هز هز ادي الاسم، بقت سيارته بتخلي الحاجه ملكه هو، فهي ملكه هز بس خلاص. it is his، حط نقطه هنا بقت ملكه بس خلاص. خدت بالك؟ ما اقولش هز، لا ما تقولش حاجه، دي ما بيجيش معاها حاجه هز. الباقي بص هي بس ماين، ماين اللي بقت ماين، اما الباقي تحط اس في الاخر. هنا هز فيها اس ما حطش لا، هنا كل ده هير حط لها اس، ات ملهاش، اور حط لها اس اورز، يور حط لها اس بقت يورز، زير حط لها اس بقت زيرز. طيب مثال كمان، لو انا عايز اقول هذه سيارتنا فهي ملكنا. سيارتنا سيارتنا يعني صفة ملكية، أنا عايز أخلي السيارة بتاعتنا وتحول إلى اور، أقول له اور أهي اور كار. طب ملكنا اور حط لها اس بس اورز، بقت ملكنا بس اورز ملكنا. الله جميلة. طب كمان واحدة اعملها لي أنت بقى في التعليقات. هنا صفة الملكية هتبقى إيه؟ اقول له it is ايه هنا بقى؟ اروح قايل له it is مثلا hers. خد بالك hers كده معناها ملكها، يبقى it is نقط car it is hers، هي ملكها، يبقى it is، يبقى هنا car الاسم اهو محتاج صفة ملكية، يبقى this is my car his car her car its car our car your car their car. خد بالك هتعرفها منين؟ هتعرفها من اللي تحت. it is hers، hers يعني ملكها. يبقى اقول سياراتي ولا سيارة مين؟ انا مش هقول، قولها انت في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. طيب بالمثل مثال بص this is، اخبي اللي تحت ايدي كده، قال له this is my book، هذا يكون كتابي، يبقى it is ايه؟ كتابي، يبقى ملكي ولا ملكك؟ it is my book كتابي، يبقى هو مين؟ ملكي it is mine. لو قلت it is his book يبقى ملكه his book it is his. لو قلت ملكها يبقى this is her book كتابها، يبقى هو ملكها it is hers. لو قلت مثلا this is our book كتابنا يبقى هو ملكنا، يبقى ours، يبقى it is ours. بص عيد الفيديو مرة واتنين صدقني مش هتندم، واعتقد يعني انا بشرح بسهولة جدا، فعيد الفيديو مرة واتنين لان الفيديو ده مستخدم في اي حاجة. طب تعالى بقى ننقل على ضمائر المفعول. طيب قبل ما انقل معاك على ضمائر المفعول، ايه اللي انا ذاكره هنا؟ بص يا حبيبي، انا او غيري من معلمي اللغه الانجليزيه ما ينفعش ما يبقاش حافظ الكلام ده. انت على طول للتملك صفه ملكيه اسم، يعني عايز تقول ابي ابوك يبقى انت عارف ابي انا يبقى احنا حافظينها كده، اي الى ماي، هي الى هيز، شي الى هير، ات الى اتس من غير ابوستروف، وي الى اور، يو الى يور، ذي الى ذير بس. فانا حتى لو عايز اقول مثلا سيارتهم، سيارتهم ملكهم هم، ذي الى ذير، ذير كار، خلصت. ابوها، ابوها هي بتحول الى هير يبقى هير فاذر. امها هير ماذر، اخوها هير براذر. ما ينفعش، لازم تحفظها كده، اي الى ماي، اي الى ماي، هي الى هيز، شي الى هير، ات الى اتس، وي الى اور، يو الى يور، ذي الى ذي. خلص الكلام. دولت المستخدمين بنسبه مش عايز اقول لك 99%. امال ايه ضمائر الملكيه؟ ملك ما لهمش اي قيمه، انت هتحفظها، انت حفظها هو ماين ملكي، يعني انت عايز تقول القلم دي اتس ماين ملكي، ملكه وملكهم هي نفس الكلام ده. اللي ملهاش اس حط لها اس، هيز فيها اس حط لها خلاص ما تحطش اس، ما فيش الا ماي اتغيرت ماين. انت تقول ملكي ماين، ملكه هيز، ملكها كانت هير تبقى هيرز، ملكنا كانت اور تبقى اورز، ملكك يور بقت يورز، ذير الى ذيرز خلاص. فانا عايز اقول هو ملكي ات از ماين، ملكه ات از هيز، هي فيها اس مش هحط لها اس، ملكها كانت هير
تبقى it is hers ملكها، ملكنا نحن كانت our تبقى ours. it is ours هو يكون ملكنا، ملكك أنت your yours. it is yours هو ملكه، ملكهم هم they إلى their. it is theirs حط لها اس بس. أنا مش عارف وصلت يعني، أنا بقر بس بالقر في العلام حلو خلاص، الرغي في العلام حلو. طيب تعالى بقى نخش على ضمائر المفعول. الله عليك يا ابو تمام. خش بقى نقول ضمائر المفعول. ركز معايا. قال لي تتعامل، قول معايا، مع اسم ولا فعل؟ مع الافعال والحروف. حلو. وتأتي بعدهم. الله عليك يا سلام. فاكر صفات الملكيه؟ يعني مثلا لما كنت بتقول ايه كتابي مثلا كنت بتقول ماي بوك. الله خلاص السطر ده سيبك منه، اهم حاجه عندي ده السطر ده والسطر ده. فكنت بتحط صفه الملكيه اللي هي صفه الملكيه ماي هيز هير، والاسم بيجي بعد، يبقى بتتعامل مع اسماء وتيجي قبله. لكن ضمائر المفعول هتتعامل مع افعال وحروف وتاتي بعدهم. يعني مثلا حط هنا الفعل او الحرف، فعل او حرف، 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 وياتي بعدهم ضمير المفعول. مثال، تعال معايا واحده واحده. انا عايز اقول يعطي، يعني ايه بالانجليزي؟ give. ده معناه يعطي. طيب انا عايز give ديت تبقى مثلا يعطيني. هتتلخبط، هتقول لي يعطيني ماي جيف. اقول لك يا ولد يا ولد ماي جيف ايه؟ الله يهديك. بص ايه ده كده معايا، سواء فعل او حرف جر هتلاقي بس الحته يعطيني، يعطيك، يعطيهم، عامله زي كتابي، كتابه كده. انت ده بتتكلم مع فعل ولا اسم؟ فعل. يبقى التحويله بتاعت ماي والكلام دي مش هتاكل معانا خلاص، انساها خالص، انساها. يبقى دي تحويله ضمائر المفعول اللي الضمير بيجي بعده. يبقى هنا اقول له ايه؟ جيف، ونحط بعدها ايه؟ مي. بقى دي يعطيني، جيف مي. يبقى اي تحول الى مين؟ الى مي. جيف مي. طب عايز اقول يعطيه هو، تبقى نحط هم، تبقى جيف هم. خد بالك هنا كانت هز، هنا بقت هناك هم، مفيش مشكله. طب يعطوها هي، شي تحول الى هير، ما اتغيرتش، زي ما كانت هنا هير بقت هناك هير خلاص. جيف هير يعطيها. الله. طب يعطيها الغير العاقل، ات ما بتتغيرش اهي، تبقى ات زي ما هي. جيف ات يعطي القطه مثلا. طيب يعطينا نحن بقت اس، جيف اس. يعطيك انت، يو مش هتتغير برضه، جيف يو، جيف يو. يعطوهم هم جيف ذم. خد بالك هنا كانت زير، هناك بقت زم. بس خلاص خلص الكلام. انا مش فاهم ايه وانا بقول، وانا بتكلم انجليزي، بتكلم عربي اهو. بص يا باشا، يساعد يعني ايه؟ هيلب. فلما اقول لك يساعدني، عقلك ما يجيش هنا، ما يجيش في الحته دي، ما يجيش في، خلاص مالكش دعوه بملكي وملكه دي، ما يجيش في الجزئيه دي. فلس يساعدني ده فعل، يبقى يجي في الجزئيه دي. يساعدني انا، اي تحول الى مي وتيجي بعد الفعل. اقول له يساعدني هيلب مي. يساعده هي تحول الى هم وتيجي بعده هيلب هم. يساعدها شي الى هير وتيجي بعدها هيلب هير. طب ما هنا برضو كانت هير ماشي، بس هنا كانت بتيجي قبل الاسم، هنا هير بتيجي بعد الفعل. يساعده هيلب هير. يساعد القطه مثلا، يساعدها على القطه هيلب ات. طب يساعدنا هيلب اس، يساعدنا. يساعدك هيلب يو، مش هتتغير يو. يساعدهم هيلب زم. طب ايه اللي انا احفظه هنا؟ هتحفظ الكلام دي في ضمائر المفعول، اي تحول الى مي، هي الى هم، وتربط، تعمل عمليه ربط، يعني تربط ما بين الاثنين. يعني مثلا هي كانت هز في صفات الملكيه، هنا هم. شي الى هير، هنا هي. سيبك بقى الصف ده ملوش لازمه دلوقتي، الصف ده لما تقول ملك وملكها والكلام ده كله خلاص ملوش لازمه، خلينا اهم حاجه الصفين دول خلاص. طيب يبقى شي الى هير، وهنا كانت الى هير. ات هناك كانت الى اتس من غير ابوستروف اس وتيجي قبل الاسم، هناك الى ات وبتيجي بعد الفعل او الحرف. هنا وي
هنا كانت الى اور، يعني اور بين قلمنا، لكن يعطينا نحن تبقى جيف اس، بقت اس اختلفت تماما. يو كانت بتبقى يور، يعني يور بين قلمك، لكن يعطيك انت تبقى جيف يو، ما بتتغيرش فيها اي حاجه، يو تبقى يو. طيب زي قلمهم ذير بين، طيب يعطيهم يبقى جيف بدل ذير بقت ذم. مش فاهم؟ لا فهمت، تعالى لي واحده واحده كده. أنا عايز أقول مثلا she give him a book. طيب بلاش لأبوك، لا مش عاجبني المثال ده. أقول لك مثلا وليكن my father gave me، بلاش برضو gave، انا هنقعد نمسح كده، بس هي انا عايزهم يبقى الاثنين جنب بعض خلاص. my father gave me a car. حلو. خد بالك دي كده شغال على صفة ملكية، دي كده شغال على ضمير مفعول. ادي صفات الملكية وده ضمائر المفعول. ليه؟ اب اسم، فانا عايز اقول ابي، فاي تحول الى ماي، اقول ماي فاذر. عايز اقول ابوه تبقى هيز فاذر، ابوها هير فاذر، ابونا اور فاذر، ابوك يور فاذر، ابوهم ذير فاذر، عشان ده اسم. وضحت؟ فماي فاذر. gave me اعطاني، gave ماضي، give ماضي شاذ، اعطاني. سواء يعطي او اعطى فهي كده فعل، فهنتعامل مع ضمائر المفعول، هي اللي بتتعامل مع الافعال، وضمير المفعول بيجي بعده. اعطاني اي تحول الى مي، وهتيجي بعد الفعل او الحرف. فجيف اعطى، ما اقولش مي جيف، اقول جيف مي، اعطاني انا. طب عايز اقول اعطاه هو، يبقى جيف هيم، بدل مي تبقى هيم. اعطاه هي، جيف هير، نحطها هير. اعطاك انت، اعطى الانت غير عاقل، جيف ات. طيب اعطانا نحن، جيف اس، نحط هنا اس. اعطاك انت، جيف يو. اعطاهم هم، جيف ذم. وصلت؟ وصلت. طيب حلو جميل. تعالى تاني. This is for يعني لي، يعتبر حرف. خلاص انا عايز اقول هذا يكون لي. طب كتابي، وعرفنا صفات ملكيه، اقول ماي بوك، كتابه هيز بوك، كتاب هير بوك، وتيجي في الاول حلو قوي. طيب يساعد هيلب، يساعدني هيلب، يبقى دي فعل، هيلب مي، يساعده هيلب هيم، هيلب هير، وبتيجي بعده. سهله جميله حلو. امال ايه ليه؟ ده حرف يا اخي، ما انا قلت لك هنا اهو فعل او حرف واحد، فانت عايز تقول ايه؟ هذا لي او من اجلي، يبقى this is، اقول له يبقى شغالين في القاعده دي نحط، يبقى اي تحول طالما لي يعني انا، يبقى نحط مي وتيجي بعد الفعل او الحرف، يبقى فور مي لي. طيب له فور هيم، لها فور هير، لها الغير عاقل فور ات، لنا فور اس، لك انت فور يو، لهم هم فور ذم. طب تعالى بقى معايا بالراحه بالراحه بالراحه، وبالمثال يتضح المقال. امسح ده بقى كده كله. تعالى بقى معايا واحده واحده. بص، give me a pen، يعني ايه give me a pen؟ give me اعطيني. هنا لما ببدا في الفعل يبقى امر، يعني احنا ما بنتكلمش في الامر او مش الامر دلوقتي.
يعطيني، صح؟ او يعطيني، لو اعطيني انا give me a pen. لو قلت اعطيه قلم يبقى give him a pen. اعطيها give her a pen. عشان دي فعل فضمير المفعول بيجي بعده. طب تعالى بقى ناخد شويه كده مش هلخبط. طب تعالى مع بعض نحل الامثله دي. عايز اقول هذا بيتنا هو ملكنا. صديقي ساعدك. أنا أذهب لا هو بلاش أنا، هو ذهب معي. كمان واحدة يبقى ده معي ساعدك. طب ماشي. هذا منزلهم يبقى ايه؟ هو ملكهم. بص يا باشا انا هعمل لك 3 وهسيب لك واحده انت تعملها فين؟ في التعليقات. هذا بيتنا فهو ملكنا. هذا بيتنا في ضمير، فهو ملكنا خلاص عرفناه. ملكنا بدي محفوظه خلاص. اقول له هذا this. هذا this. طبعا بيت اسم، ما ينفعش ان انا يجي الضمير او الفاعل بعده اسم، لازم احط ايه؟ فيرب تو بي. this is. بيت مثلا نقول هاوس. خلاص البيت ده اسم ولا فعل؟ اسم. بيتنا يبقى احنا شغالين ايه؟ طالما اسم بصفه ملكيه. بيتنا ايه؟ نحن، صح؟ يبقى بيتنا نحن والى اور احط قبله ايه؟ اور هاوس. هو ملكنا يبقى اقول له it is. هو يكون ملكنا يبقى اور. فين راحت اور؟ والى اور تبقى ours. ملكنا اقول له it is ours. بس خلاص. this is our house. it is our. فهو ملكنا. لو هو بيتي اقول له this is my house يبقى it is mine. هو ملكي. لو عايز اقول مثلا هو بيتك انت this is your house it is yours. هو ملكك. طيب حلو. تعالى الحته دي. صديقي ده اسم يبقى شغالين صفه ايه؟ ملكيه. ساعدك ده فعل، هنا ضمائر مفعول السطر اللي هناك. صديقي اقول له ماي فريند. ساعد دي فعل عادي يبقى ساعد يبقى helped. بس هو قال لي ايه؟ ساعدك مين؟ انت. ساعدك انت فعل يبقى ضمير مفعول يبقى يو بتحول الى مين؟ الى يو زي ما هي يبقى helped you. ساعدك انت. my friend helped you. طب عايز اقول صديقي ساعدني انا. my friend helped me. صديقي ساعده هو helped him. صديقي ساعدها هي helped her. صديقي ساعدنا نحن helped نحن تبقى us. خلصت. طيب هو ذهب معي اقول له هي. ذهب went. مع with ده حرف. انا عايز اخليها معي. اتعامل مع الصفات الملكيه ولا ضمائر المفعول؟ قلت ضمائر المفعول تتعامل مع الفعل او الحرف. مع معي. معي انا يبقى مي وتيجي بعد الفعل او الحرف يبقى went with me. 10/10. طيب هذا منزلهم. منزلهم هو ملكهم. اعملها لي في التعليقات يا باشا وظبط الدنيا. وفي نهايه الفيديو يعني المره الثانيه يا ريت ما تبخلوش بتعليق، اعجاب، مشاركه للفيديو، وعشان الخير ده ينتشر ودعم للقناه. طيب انتوا عايزين حاجه؟ طب السلام عليكم.